لو عندك مليون ازاي تخليه اتنين؟ ولو ما عندكش ازاي يبقى عندك؟ جاي افكرك النهارده يا صديقي بسر من اهم اسرار الحياة، السر اللي بيساعدك تضاعف اللي عندك، وفي نفس الوقت لو ما عندكش بيساعدك تفهم ازاي يكون عندك. والسر ده ببساطة هو وإذ تأذن ربكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. وانا جاي اكلمك هنا على الشكر مش بالمفهوم المتعارف عليه، لان لو بالمفهوم المتعارف عليه وهو ان احنا نقول فكلنا بنقول، ولكن ازاي اطبق ده؟ لان ربنا في آية تانية قال اعملوا آل داود شكرا. والعمل هنا او الآية هنا من وجهة نظري معناها ان انت الشكر لازم تعمله فعل. ومن وجهة نظري او وجهة نظر ناس تانية، وانا بتبنى وجهة النظر دي، هي فكرة ان انت تستخدم المتاح، هو ده شكر ربنا للي موجود. اما بيكون عندك حاجة متاحة وتستخدمها، فتستخدمها في نفع، فالنفع ده بيساعد ان الكون حركته تستمر، بتقدر ان انت تزود اللي عندك. ده في حالة انه عندي. طب انا لو مش عندي، عندك وقت، عندك مجهود، عندك فكرة، كل ما هتشتغل على الحاجات اللي عندك وتعمل فعل الشكر، وهو انك تستخدم اللي موجود عندك، ربنا هيفتح لك اللي مش موجود عندك، وهيفتح عليك ويبعت لك افكار تانية، وهيبعت لك ناس تساعدك باللي مش عندك، وهيبعت لك علاقات، وهيبعت لك فلوس، وهيبعت لك حاجات ما كانتش في بالك او ما كانتش تخطر على بالك في يوم انها ممكن تكون معاك. وده لانك استخدمت المتاح. ف ولئن شكرتم لأزيدنكم هي فعل مش مجرد كلام. فانا اللي عايز اقوله لك وافكرك بيه ان انت استخدم الشكر بشكل عملي، طبقه في حياتك، ومن خلال تطبيقك ليه ربنا هيزود الحاجات اللي موجودة عندك بشكل كبير. عايز تشوفني تاني؟ ما تنساش تعمل فولو وتتابعني في سلسلة فيديوهات بصيرة اللي بحاول افكر نفسي وافكرك بان ممكن من كلام ربنا نقدر نلاقي منهج يساعدنا نوصل لأهدافنا بشكل أحسن وأسرع وأقوى، وفي كل السهولة واليسر اللي ربنا عايزه لينا.